حولنا في العراق على ابواب حرب طائفية ساحقة ماحقة تتنامى وتتصاعد نيرانها يؤججها اليهود واولياؤهم حتى يحولوا ارض العراق اكبر معترك لما يسمونه زورا وبهتانا بالارهاب. يهيئونها لتكون معتركا دوليا عالميا لما يسمونه بالارهاب. يريدون ان يفتحوا الحدود على وجبات وفترات تستوعب المجاهدين في الارض من امة محمد، ثم يغلقون الحدود ليحرقوهم في محارق بشرية، فيصرف الناس عن الجهاد في القدس والاقصى ليتمكن يهود من تأمين دولتهم والتقاط انفاسهم بعد ان دوختهم الانتفاضة الى هذه الساعة. يريدون ان يشعلوها بين الفلسطينيين حربا اهلية وفي العراق حربا طائفية حتى يتفرقوا لإنجاز الخارطة الكبرى بين النيل والفرات. أبارزة الحرب من اليهود يفعلون هذا. ومن هنا من منبر الدفاع عن الأقصى أنادي أهل العراق وأهل فلسطين: لا تقعوا بالفخ المعتاد الصهيوني، فإن وقعتم في فك الطائفية والتناحر فقد وفرتم على أعدائكم دماءهم وأموالهم، وسيسرقون أيديهم فرحا بما يصنعون. ستقومون أنتم بتنفيذ خارطة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات بدمائكم وأرواحكم وأموالكم وأمنكم. الحذر الحذر عباد الله، سيصعدون الفتنة، سيتنادون فيما بينهم حتى يلتحم أهل السنة وأهل الشيعة تحت شعار حرب الوهابية والقضاء على الإرهاب. ويوم أن تقع الأمة في هذا الفخ ستقع في فتنة عظيمة تأكل الأخضر واليابس، ثم في نهايتها يتم التطهير العرقي لمن يتبقى من العرب ولمن يتبقى من أهل فلسطين، وويل للعرب من شر قد اقترب.